سؤالها الأول ذكر أن الذرية لا شك أنها من أعظم مقاصد الزواج، لكن أحيانا الزوج يتخذ قضية تأخر الزوجة في الإنجاب لأمر خارج عن إرادته طبعا. نعم. يتخذها فيه يعني ذريعة لمثلا إهانتها، أحيانا كذلك طلاقها، لتهديدها، إلى آخر ذلك من بعض الأساليب التي هي ليست من أساليب التعامل الحسن. يقول هل هذا فعلا يكون حجة للزوج للتعامل مع زوجته بهذا الأسلوب؟ الله المستعان. اقتضت يعني نعم. سنة الله عز وجل في عباده أن جعل عباده المتزوجين على أقسام من ثلاثة. نعم. منهم من يرزقه الله عز وجل البنين والبنات ذكورا وإناثا، ومنهم من يرزق بالذكور فقط، ومنهم من يرزق بالإناث فقط، ومنهم من يكون عقيما. إذا هي 4 أقسام عند التفصيل، وإن جعلتها مجملة كانت 3: من يرزق ذكورا وإناثا، أو يرزق أحد الصنفين، أو يكون عقيما. كما قال الله عز وجل: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. سبحان الله. يعني هذه من حكمة الله عز وجل في عباده. والإنسان والله يا أخي لا يدري أين تكون الخيرة، هل هي في العقم أو في الولد؟ لا يدري أيضا أين تكون الخيرة، هل هي في الذكور أو في الإناث؟ الله عز وجل يقول في كتابه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كم من أناس يا أخي ذاقوا الأمرين، وربما انتهت حياتهم وزهقت أرواحهم بسبب عقوق أبنائهم أو عقوق بناتهم أو أحدهم. وربما أراد الله سبحانه وتعالى بهذا العبد خيرا فكان عقيما، أو أراد به خيرا فرزقه البنات دون البنين، أو العكس. لا تدري أين الخيرة. ويجب أن توقن أن الله سبحانه وتعالى لا يقضي لك قضاء أيها المؤمن إلا كان خيرا لك. ثم أيضا الله عز وجل أحيانا يبتلي العبد ويختبر إيمانه، فتتأخر الذرية 1 و2 و10 سنوات، ربما 20 سنة. ثم سبحان الله يرزق ذرية مباركة تقر بها عينه في آخر عمره، كما حصل لأبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. عاش أكثر عمره 100 السنين ليس عنده ولد واحد، ولما يعني بلغ من العمر عتية وشاخ دعا ربه عز وجل بأن يرزقه ذرية طيبة، فرزقه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ورزقه إسماعيل. وأي ذرية؟ كل الأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام كانوا من ذريته. إذن يا أخي الإنسان يعني ينبغي أن يرضى بما قسم الله عز وجل، وأن يحتسب الأجر عند الله فيما فاته مما يحب من هذه الذرية التي هي زينة الحياة الدنيا، ومع ذلك لا ييأس، يتخذ كل الوسائل المشروعة المتاحة له، ومن أعظمها وأكثرها سبحان الله تأثيرا وتحصيلا للمقصود الدعاء، أن يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء كما فعل إبراهيم الخليل، وكما فعل زكريا عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يعني أيضا يضاف إلى أيضا مما يدل على أهمية الدعاء قول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا سبحانه الله خاصة الاستغفار، ومن أعظم الدعاء، من أعظم أسباب تحصيل الحاجات والجلب المحبوبات والمرغوبات. أضف إلى هذا يا أخي الأسباب الشرعية التي أتيحت لنا الآن عبر الأدوية المجربة. بعضها قد يكون شعبيا ومجربا وناجحا، وقد يكون أحيانا عبر الطب الحديث، مثل ما يسمى تهجين الأجنة، شو اسمه، الأطفال الأنابيب. نعم، أطفال الأنابيب، يعني بصور المباحة المتاحة للناس ولله الحمد. هذا كله ينبغي أن يتعاطاه الإنسان ما دام عنده رغبة، حتى أيضا إذا كان رزق مثلا بالأبناء ولم يرزق بالبنات، أو العكس، ويحب فعلا أن يرزق بالصنف الآخر الذي ليس عنده. هناك أيضا وسائل تتخذ أحيانا في كيفية المعاشرة الزوجية، وأحيانا في وقتها، وأحيانا يكون عبر التدخل أيضا الطبي إذا أمكن. فلا بأس أيضا باتخاذ مثل هذه الوسائل ما دام أنها متفقة مع الضوابط الشرعية. يبقى السؤال: افرض أنهم اتخذوا الأسباب ولم يرزقوا، هل يجوز للرجل يا أخي أن يهين زوجته ويؤذيها؟ ثم يعني أكثر العلماء يقولون إن التذكير والتأنيث والإخصاب الأصل فيه الرجل وليس المرأة، المرأة مجرد متقبل. يعني ولذلك يذكر عن أحد الأشخاص أن زوجته ما كانت تلد إلا البنات، فهجرها
مدة وذهب إلى ضرتها، وهذا من الظلم العظيم والعياذ بالله. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما ساقط. صحيح. وفي رواية شقهما. نعم. فسمعها يوما تنشد وهي تقول: ما لأبي زرعة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا ندى البنين، والله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لزارعين، وما نحن إلا كالأرض لزارعين. يعني فرحمها وأدرك فعلا خطأه في ذلك فوصلها. والمجرب يا أخي سبحان الله، وهذا يعني معتاد، أن الرجل إذا يعني تزوج بامرأة أخرى، يعني بعد ربما أن يصاب باليأس، وقد يقال للمرأة فعلا عقيم، في أحيان كثيرة سبحان الله يكرمها الله عز وجل بالولد بعد أن يتزوج بأخرى، وهذا أيضا موجود. ولذلك الإنسان لا ييأس ولا يتعجل في الطلاق. إذا والله ما وجدت حيلة، يعني المرأة فعلا يعني أعيتك الحيل واتخذت كل الأسباب، ومع ذلك المرأة عقيم لا يمكن أن تلد، أنا أقول لا تطلقها وتحرمها يا أخي من زوج يرعاها ويقوم عليها وتجمع عليها مصيبتين: مصيبة العقم ومصيبة فقد الزوج. صحيح. ويكفي يا أخي أنها أحبتك وأكرمتك وقامت بحقك، وأنت أيضا تسعد بمعاشرتها والأنس بها، فأبقها معك يا أخي وتزوج بأخرى، وربما سبحان الله زواجك أحيانا بأخرى يكون سببا لحصول ولد له. صحيح. حسنت. أعرف أحد الإخوة كلمني قبل أسبوعين، التقيت به من الزملاء الأفاضل، جاءه أولاد في أول عمره، ثم ظل زوجته أكثر من 17 عاما سبحان الله لا تلد. سبحان الله. يقول يعني كما يذكر يعني أحبه وأقدره كثيرا، وهي التي أشارت علي بأن أتزوج وألحت علي فتزوجت. يقول سبحان الله وبعد يعني بضعة أشهر من حوالي 6 أشهر حملت الزوجتان معا في أسبوع واحد. سبحان الله. حملت الثانية ثم بعد ذلك حملت الأولى. بارك الله فيك. والغريب أحيانا أنه يكون إذا كان السبب العقم من الرجل تجد المرأة تصبر، يعني ما تطلب الطلاق. صحيح. نعم. النساء أصبر حقيقة. صحيح. نعم. وأكثر وفاء. الله جزاك الله خير. أخونا